اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل عليكم. الفطار بتاعنا النهارده كان سهل جدا وبسيط، في اقل من نص ساعه كان الفطار جاهز معانا. عملت بنص كيلو لحمه اللهم بارك، كذا صنف للفطار. عملت قلقاس بالخضره، وعملت فاصوليا بيضه ناشفه، وحبه لسان عصفور كده زي السكر، ورز بالشعريه. والحلو كان قطايف، وعملت لهم عصير صوبيا. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الفطار بتاعنا اللي زي العسل ده عملناه ازاي. بس ما تنسيش اللايك بتاعك القمر. اول حاجه سلقت اللحمه علشان كنت عايزه شوربه للقلقاس، وعملنا قبل كده فيديو ازاي تسلقي اللحمه وتطلعي منها شوربه زي السكر، هسيبهولك في صندوق الوصف. معلقه من السمنه، وعملت صدمه للحمه. حطيت بهارات، حبهان مستكه، ورق لوري، كوبيبه صيني. وبشوح اللحمه مع البهارات، وبعد كده بنزل بالميه المغليه. لازم الميه تكون مغليه عشان اللحمه تستوي بسرعه وما تشدش معاكي. بصلايه 4/4 وطماطمايه، ونزلت بيهم على اللحمه. بسيب اللحمه تغلي على نار عاليه، وبعد كده غلوتين يعني، وبعد كده هدي النار تستوي براحتها علشان تستوي معاكي على طول. بنحط الملح في الاخر علشان اللحمه ما تغيبش في السوا. الفاصوليا البيضة جبتها نقيتها، وبعد كده نقعتها في ميه مغليه لمده نص ساعه. لو انت مش مستعجله هتنقعيها في ميه عاديه. غيرت المية وحطيت مية تانية، وهسلق الفاصوليا نص سلقة عشان تكمل السوا في التسبيكة. اللحمة كانت استوت، أخدت 4 كبشات من الشوربة، وبعد كده نزلت بالقلقاس. هسيبه يستوي 3/4 سوا، وبعد كده بنزل بالمية بتاعت السلق. مية السلق دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سلق كزبرة بقدونس، غسلتهم وبعد كده ضربتهم في الخلاط، صفيتهم. اخدت المية اللي انا حطيتها دلوقتي والتفل اللي طلع اللي انا هعمل بيه تقلية للقلقاس. ما حطيناش المية دي في الاول ليه؟ عشان المية ما تبهتش من كتر ما هي بتغلي. احنا عايزين القلقاس يبقى لونه كده اخضر وجميل. معلقة كبيرة من السمنة، معلقة كبيرة من الزيت، وهنقلل القلقاس. بنزل بالتفل اللي طلع اللي هو التفل بتاع الخضرة، وبقلبه كده يمين وشمال علشان كله ياخد لون واحد لحد ما ينزل كل السوائل اللي موجودة فيه. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تخزني القلقاس، هسيبهولك كل التفاصيل بتاعته في صندوق الوصف. كده نزلت كل السوائل اللي فيها. بحط معلقة من الثوم، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. بشوح الثوم مع الخضرة لحد ما الثوم يصفر كده معايا، وكده تبقى جاهزة معايا التقلية بتاعت القلقاس. طبعا تقلية القلقاس ديت عمارة كلها بتعرف ان انت عاملة قلقاس من التقلية دي، ريحتها تحفة. القلقاس كده اللهم بارك زي الزبدة. بنزل بقى بالتقلية، الله على الريحة، تحفة تحفة تحفة. ريحتها جميلة جدا جدا، احلى تقلية تعمليها للقلقاس. يا دوبك تغلي غلوتين كده، وبقى كده القلقاس الله اكبر جاهز معاكي. عملت التسبيكة بتاعت الفاصوليا، معلقة كبيرة من السمنة، بصلتين ضربتهم في الكبة، وبعد كده نزلت بيهم على السمنة. بشوح البصل لحد ما يبدأ كده يصفر معايا، وبنزل بمعلقة من الثوم المفروم، وبشوحه كده، وبحط نص معلقة من الفلفل الأسمر. بشوح الثوم مع البصل لحد ما الثوم يصفر معايا، وجبت نص كيلو من الطماطم ضربتها في الخلاط وصفتها ونزلت بيها على البصلة. حطيت معلقتين كبار كده من الصلصة دي كنا عاملينها مع بعض، وبسيبها تتسبك. كانت الفاصوليا كده فيها قطمة زي ما قلت لك، عايزين نسلقها ما نسلقهاش سوا كامل عشان تكمل السوا بتاعتها في التسبيكة. كبشتين من الشوربة، معلقة من السكر، معلقة من الملح. كده التسبيكة بقت جاهزة معايا. نزلت بالفاصوليا، بسيب الفاصوليا تكمل السوا بتاعها، وقبل ما اطفي عليها بحط معلقة صغيرة من الثوم المفروم، بتديها نكهة حلوة جدا وطعم حلو قوي. الفاصوليا كده بقت جاهزة معايا. عملت رز بالشعرية، معلقة كبيرة من السمنة، معلقتين من الزيت. الزيت بيخلي الرز مفلفل. وبنزل بالشعرية، اشوح الشعرية لحد ما تاخد لون الذهبي الجميل ده، وبعد كده بنزل بالرز. عشان الرز يطلع معاكي مفلفل شوحيه 5 دقايق كده قبل ما تحطي العقد بتاع المية. حطيت ملح، فلفل اسمر. فلفل الاسمر بيخلي الرز طعمه حلو قوي، بس ما تكتريش، معلقة صغيرة خالص. بشوحه كده، وبعد كده بنزل بالعقد بتاع المية. 4 كوبايات من الرز عليهم 4 كوبايات من المية، يعني المية قد الرز. بسيب الرز لحد ما يتشرب، وبعد كده هدي عليه. عملت لسان عصفور. ناس كتيرة جدا بتشتكي ان لسان العصفور بيعجن معاها. تعالي لما اقولك ازاي تعملي شوية لسان عصفور زي السكر. مكعب من الزبدة، واول ما يسيح بنزل بالمكرونة لسان عصفور. بشوحها لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. شوحيها تشويحة حلوة تاخد لون الذهبي بزيادة زي ما انت شايفة كده. بعد كده بنزل بربع كوباية من المية.
بسيب الشوربة، بسيب لسان عصفور المكرونة يعني تشرب المية اللي انا حطيتها وترجع تاني ناشفة زي ما انت شايفة كده دلوقتي. كده نزلت النشا وشربته تاني. بنزل بالشوربة، بسيبها تغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده تكمل السوا بتاعها في سخونية الشوربة. كده عمرها ما تعجن معاكي ولا تشرب الشوربة. الشوربة كده بقت جاهزة معايا. حمرت اللحمة مكعب من الزبدة. الزبدة بتخلي اللحمة طرية. وأول ما ساحت كده نزلت باللحمة. بحمر اللحمة تاخد لون كده حلو زي ما انت شايفة. رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسمر، وكده اللهم بارك اللحمة بقت زي السكر زي ما انتوا شايفين كده. الرز اللهم بارك بقى خلص معايا ومفلفل زي ما انتوا شايفين كده. واخر تركة بقى بعملها، باخد الطاسة اللي انا حمرت فيها اللحمة، وبنزل على الرز كده الزبدة مع اللحمة، وبغطي عليها وبسيبها لحد ما يجي ميعاد الفطار كده اللحمة تبقى طرية وجميلة. عملت القطايف عملناها قبل كده من الالف للياء، اسيبها لك في صندوق الوصف. حشيتها بالمكسرات زبيب جوز هند، وقفلتها، وبعد كده حطيت زيت، ولما الزيت سخن نزلت بالقطايف. الشربات بتاع القطايف كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه، ولازم يكون الشربات ساقع. اللهم بارك كده الفطار جاهز معانا. فطار زي السكر. الشوربة جميلة زي ما انت شايفة كده. الفاصوليا البيضة مستوية وجميلة. والقلقاس خطير خطير، شايفين لونه عامل ازاي؟ تحفة. والرز بالشعرية مفلفل حاجة كده خطير. وادي القطايف وعملت لهم عصير الصوبيا. وكده الفطار بتاعنا خلص. ان عجبكم الفطار واخدتي منه فكرة كده، ما تنسيش تحطي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس اللي تحت. اشوفكم في فطار جديد ان شاء الله.